أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير، يسر علينا كل عسير وتيسير العسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح بها عنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع درس المنطق بكتاب السلم المنورق للإمام الأخضري بشرح الشيخ حسن القويسني شيخ الجامع الأزهر رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا عند قول الشيخ: فصل في جواز الاشتغال به. والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال. وصلنا هنا صحيح؟ يلا نقرأ الأبيات ثم نأخذ الجديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب، وحط من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل، حتى بدت لهم شموس المعرفة، رأوا مقدراتها منكشفا. نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام، من خصنا بخير من قد أرسل، وخير من حاز المقامات العلا، محمد سيد كل مختفى، العربي الهاشم المصطفى، صلى عليه الله ما دام الحجا، يخوض من بحر المعاني لججا، وآله وصحبه ذوي الهدى، من شبهوا بأنجم في الاهتداء. وبعد فالمنطق جنان نسبته كالنحو للسان، فيعصم الأفكار أي الخطأ، وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء. فهكم صوله قواعد تجمع من فنونه فوائد، سميته بالسلم المنورق، يرقى به سماء علم المنطق. والله أرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم خالصا، وأن يكون نافعا للمبتدئ به إلى المطول يهتدي. والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما، وقال قوم ينبغي أن يعلم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة، ممارس السنة والكتاب، ليهتدي به إلى الصواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم وعقول مشايخنا في الدارين. فصل في جواز الاشتغال به. نعم. فصل. الفصل في اللغة هو الحاجز بين الشيئين. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين. أما في الاصطلاح
أما في الاصطلاح فهو اسم لطائفة من المسائل المندرجة تحت باب أو كتاب غالبا، أو تعرفه بأنه الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة كما تريد. الفصل في اللغة الحاجز بين الشيئين. في الاصطلاح هو اسم لطائفة من المسائل المندرجة تحت باب أو كتاب غالبا. فهمنا جماعة؟ أو تعرفه في الاصطلاح تقول الألفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة، هذا يسمى الفصل. مفهوم؟ نعم. فصل في جواز الاشتغال به أي نعم، وعدمه. فصل في جواز الاشتغال به وعدمه. هذا الفصل عقده الشيخ في جواز الاشتغال به وعدمه. سيتكلم على هل يجوز الاشتغال بعلم المنطق ولا لا يجوز، هل يجوز أو لا يجوز الاشتغال به. نعم. واعلم أن المنطق قسمان. نعم. قسم خال عن شبه الفلاسفة كهذا الكتاب، نعم. ومختصر الإمام السنوسي وتأليف الكاتب، فهذا لا خلاف في جوازه. هذا هو جمال. نحن قلنا فيما سبق أن المنطق من علوم اليونان، صحيح؟ أول من دونه وهذبه هو أرسطوطاليس، صحيح؟ هذا المنطق كان ممزوجا وكان مختلطا بشبه الفلاسفة وكفريات الفلاسفة، لأن أرسطوطاليس كان من الفلاسفة، كان من الكفار، من الفلاسفة الكفار، صحيح ولا لا؟ والآن هذا المنطق الذي هذبه أرسطوطاليس كان مخلوط بشبه الفلاسفة وكفرياتهم، صحيح ولا لا؟ ثم قلنا هذا العلم نقل إلى المسلمين في العصر العباسي، في عصر المأمون، الخليفة المأمون. أما المسلمون قبل الإسلام وفي صدر الإسلام كانوا لا يعرفون علم المنطق. فلما كثرت الفتوحات الإسلامية وفتحت بلاد العجم وبلاد الهند وبلاد السند وبلاد أوروبا، ما الذي حصل؟ نقل هذا العلم ودخل إلى البلاد الإسلامية في عهد المأمون، في العهد العباسي. قلنا أول من ترجمه إلى العربية هو الإمام الفارابي. الإمام الفارابي هو أول من ترجمه إلى العربية، لكن ترجمه كما هو بشبه الفلاسفة وكفرياتهم، صحيح؟ ثم بعد ذلك أول من أزال عنه شبه الفلاسفة وكفرياتهم ونقحه وهذبه وجعله موافقا للشريعة من هو؟ الإمام الغزالي، هو أول من هذبه وأزال عنه شبه الفلاسفة، وأصبح ماذا؟ أصبح منطقا موافقا للشريعة، لا يخالف الشريعة في شيء، أمور عقلية موافقة للشريعة. فالشيخ هنا يقول لك اعلم أن المنطق قسمان: منطق مخلوط بكلام الفلاسفة كما قلنا، ومنطق خال من كلام الفلاسفة. فالمنطق الخالي من كلام الفلاسفة الذي لا يصادم الشريعة، هذا يجوز الاشتغال به مطلقا، لم يخالف في ذلك أحد. والذي يقول لا يجوز فهذا جاهل. أنت كيف تمنع شيء لا يخالف الشريعة، شيء مباح لا يخالف الشريعة، كيف تمنعه؟
مفهوم الكلام؟ فلا يمنعه إلا جاهل كما قلنا. فالكتب التي نقحت وهذبت وصفيت من كلام الفلاسفة ككتب الكاتبي اللي هو القزويني صاحب الشمسية، الكاتبي إمام القزويني هو الكاتب الذي ألف الشمسية. وكذلك مختصر السانوسي، الإمام السانوسي، مختصر السانوسي في المنطق كذلك. وكذلك هذا الكتاب سلم، وكذلك إساغوجي، وكذلك تهذيب المنطق للتفتزاني وغير ذلك من الكتب. هذه لا خلاف في جواز قراءتها، لا يمنع منها إلا جاهل. مفهوم الكلام؟ أما المنطق المخلوط بشبه الفلاسفة وكفرياتهم هذا هو الذي اختلف فيه العلماء، هذا الذي ذكره الشيخ هنا في الكلام، فابن الصلاح والنووي حرمه، هذا الذي ذكره الشيخ. أما المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة ففيه 3 أقوال. قول يقول ماذا؟ يحرم قراءته، أن هذه الشبه قد تؤثر على الإنسان، قد تؤثر عليه فتتمكن من قلبه فيصبح عنده مشكل، وهم ابن الصلاح والنووي وابن تيمية والسيوطي وغيرهم. هذا قالوا يحرم، ابن الصلاح والنووي والسيوطي وابن تيمية وغيرهم من المحدثين. القول الثاني قال لا، ينبغي أن يعلم، يجب أو يندب أن يقرأ. لماذا؟ للرد على شبهاتهم وكفرياتهم، كي نرد على شبهاتهم وكفرياتهم فلا بد أن يقرأ. واضح الكلام؟ وهو الغزالي ومن تبعه. القول الثالث وهو المشهور وهو قول الجمهور، أن هذا المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة يجوز قراءته لمن؟ للممارس للكتاب والسنة، رجل مارس الكتاب والسنة وتمكنت العقيدة من قلبه، وكل يوم ممارس الكتاب والسنة، العقيدة تمكنت من قلبه بحيث لا يزلزله أي شبهة، أي شبهة تأتي على قلبه لا تؤثر فيه، لأن ماذا؟ العقيدة تمكنت من قلبه. ويكون ماذا؟ فطن ذكي، شرطين، لازم يكون ممارس الكتاب والسنة ويكون ذكي. قريحة معناه ذكاء، عنده ذكاء وفهم وفطنة، هذا يجوز قراءته. أما الذي لا يمارس الكتاب والسنة، بعيد عن الكتاب والسنة مثلا، لا يجوز قراءته. كذلك الذي قليل الفهم قليل الذكاء لا يجوز كذلك قراءته لهذا المنطق المخلوط. فهنا يا جماعة الخير هذا ما سيذكره الشيخ رحمه الله في هذا الفصل. نعم، اقرأ لنا. قسم خال عن شبه الفلاسفة. نعم. كلام الكتاب. نعم، قسم خال عن شبه الفلاسفة. ما هي الشبهة يا جماعة؟ الشبهة هي ما تظنها دليلا وليست بدليل، هذه هي الشبهة، ما تظن دليلا وليست بدليل. لماذا سميت شبهة؟ لأنها تشبه الدليل، هذه يسمى شبهة. ما تظنها دليلا وليست بدليل. لماذا سميت شبهة؟ لأنها تشبه الدليل، تشبهه. مفهوم كلام؟ لذلك سميت شبهة. أو لأنها توقع ماذا؟ توقع المطلع عليها في اشتباه، توقعه في اشتباه فسميت شبهة. فهمنا يا جماعة الخير؟ نعم. الفلاسفة شبه من هم الفلاسفة؟ فلاسفة جمع فلسفي، جمع فلسفي، وهو من
مأخوذ من فيلاسوف، فيلاسوف مأخوذ من فيلاسوف، ومعناه بلغة الفلاسفة محب الحكمة، هذا معنى فيلسوف، محب الحكمة، هذا يسمى فيلسوف. فالفلاسفة جمع فلسفي مأخوذ من ماذا؟ فيلاسوف، فيلاسوف، ومعناه بلغتهم بلغة الفلاسفة محب الحكمة، محب الحكمة. فهذه هي الشبهة الفلاسفة. شبههم يعني تظنها دليل، لكن هي ليست بدليل. مفهوم الكلام؟ هذه الشبهة، وسميت شبهة لأنها ماذا؟ لأنها تشبه الدليل وليست كذلك. نعم. هذا لا خلاف في جوازه. كهذا الكتاب، هذا الكتاب اللي هو السلم، السلم المنورق، هذا نظم إساغوجي. تعرفون كتاب إساغوجي؟ كتاب إساغوجي، نعم، نظم هذا، نظم السلم، نظم كتاب إساغوجي، هذا هو. نعم. إلا من لا معقول له. ها هو كهذا الكتاب، هم كلام، وكذلك مختصر ابن عرفة كذلك في المنطق، وكذلك كتاب السعد التفتزاني اللي هو تهذيب المنطق، وكذلك الأبهري وغير ذلك. مفهوم؟ ومختصر الإمام السنوسي رحمه الله، وتأليف كاتبي، قلنا الكاتبي اللي هو القزويني صاحب الشمسية. مفهوم؟ فهذا لا خلاف في جوازه، لا يوجد فيه خلاف، لأن هذا خلاص نزعنا منه وأزلنا منه شبه الفلاسفة وكفرياتهم. الآن أصبح ماذا؟ موافق للشريعة الإسلامية. فلماذا تمنع منه؟ لماذا تمنع منه؟ أمور عقلية موافقة للشريعة، كيف تمنع منها أنت؟ لماذا تمنع منها؟ واحد يقول لك مثلا الكل أعظم من الجزء مثلا، هل هذا تقول لا يجوز قراءته؟ هل هو مخالف للشريعة؟ ليس مخالف للشريعة، فأنت كيف تمنع منه؟ لذلك الشيخ قال فهذا لا خلاف في جوازه. مفهوم؟ قال ولا يصد عنه ولا يمنعه إلا من لا معقول له. لا ليس له عقل، هذا الذي يقول لك لا يجوز، هذا ليس له عقل. فهمنا يا جماعة؟ ولا يجي يقول لك التصور هو إدراك المفردات، والتصديق هو إدراك وقوع النسبة أو عدمها. هل هذا فيه شيء مخالف للشريعة مثلا؟ كيف تمنع منه؟ واضح كلام؟ هذا لا يمنع منه إلا من لا عقل له. نعم. بل هو فرض كفاية. بل هو فرض كفاية. نعم يا مولانا، تعلم هذا فرض كفاية. نعم، لو تركه الجميع فيكونون آثمين، لو تركوه يكونون آثمين، فهو فرض كفاية. نعم، بل هو فرض كفاية قال لك الشيخ، بحيث لو تركوه جميعهم كلهم قالوا نحن لا نقرأ علم المنطق فيكونون آثمين واحد. نعم يا مولانا. نعم. لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به. نعم، أنت كيف ترد شبه الفلاسفة؟ إلا به، إلا بعلم المنطق. لأن الفلاسفة هل تخاطبهم بالكتاب والسنة؟ لا يؤمنون بالكتاب، لا يؤمن بالسنة، فكيف تخاطبه وتناقشه؟ بالعقل، والمنطق أمور عقلية. فهمنا الكلام الآن؟ هذا لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به، بهذا المنطق. واضح يا جماعة الخير؟
هذا قال هنا تحت في الحاشية لا تحصل إلا به، قال أي تحصل به دون غيره من العلوم. هو فالحصر إضافي بالنسبة للعلوم المغايرة للمنطق، فلا ينافي أن القدرة تحصل بشيء آخر كجودة العقل، ذكاء مثلا، سلامة الطبع، نور البصيرة، كما وقع ذلك للصحابة والأئمة المتقدمين رضي الله عنهم. فهمنا الكلام؟ هذا هو. فهمنا يا جماعة؟ أنت كلما كنت قويا في هذا العلم المنطق كلما كنت قويا في رد شبه الفلاسفة. الفلسفي يأتي ويقول لك ماذا؟ العالم قديم. كيف ترد عليه أنت هذا الكلام؟ هل تقول له قال الله تبارك وتعالى؟ يقول لك أنا لا أؤمن بالقرآن. تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك أنا لا أؤمن برسولكم. الآن كيف أتناقش معه؟ كيف؟ بالعقل. أقول له العالم، كيف العالم قادم؟ العالم ليس بقادم، لأن العالم مركب من ماذا؟ من جواهر وأعراض، والأعراض رأيناها متغيرة بالمشاهدة، والجواهر ملازمة للأعراض، والملازم للحادث حادث مثله، فينتج ماذا؟ أن العالم حادث. كلها أمور عقلية، بحيث أنك ماذا؟ أتيت بالقضية الصغرى ثم الكبرى ثم وصلت إلى النتيجة. فهمنا الكلام؟ أمور عقلية. فعند ذلك تستطيع أن ترد شبهته. أما إذا لم تقرأ علم المنطق ولم تتمكن فيه لا تستطيع أن ترد ولا شبهة. يأتي يقول لك العالم قديم ويأتي بهذه الشبهة وتبقى هذه الشبهة لا أحد يستطيع أن يرد عليها. لماذا؟ لأن الإنسان بماذا تحاربه؟ بماذا؟ بعلمه، تحاربه بعلمه. واضح؟ إنسان تحاربه بعلمه. مثلا هو يتكلم بالعقل، أنت كيف تحاربه بالعقل؟ يتكلم بالسنة، تحاربه بالسنة. يتكلم بالقرآن، تحاربه بالقرآن، وهكذا. كل إنسان تحاربه بعلمه. إنسان يتكلم في السحر، إذا لم تقرأ السحر وتعرف خباياه وكذا هل تستطيع تتكلم مع الساحر؟ لا. كذلك فالفلاسفة ناس عقلانيين يعملون بالعقل فقط، لا يؤمنون بالشرع ولا شيء، فأنت لازم تحاربهم بالعقل بعلمه بسلاحه. فهمنا؟ هذا هو معنى لأن القدرة على رد شبه الفلاسفة لا تحصل إلا به. هذا هو. فهمنا يا جماعة؟ نعم. ردها فرض كفاية. نعم، ردها فرض كفاية. الرد على شبه الفلاسفة هذا فرض كفاية، لازم تقوم به طائفة من المسلمين. فإذا تركنا الرد عليهم فنكون كلنا آثمون، كلنا نكون آثمون. نعم. فرد شبه الفلاسفة هذا فرض كفاية، لو قام به بعض المسلمين سقط عن الباقي، لكن لو تركناه كلنا نكون كلنا آثمون. مفهوم؟ نعم. وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. هذا فالآن الرد على شبه الفلاسفة تتوقف على المنطق، صحيح؟ تتوقف على المنطق. فما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، لأن الرد عليهم لا يتم إلا بالمنطق، فيكون المنطق واجب، لأن الرد عليهم فرض كفاية واجب، فما يتوقف عليه الواجب واجب. الآن الرد عليهم واجب، لكن هذا الرد عليهم يتوقف على المنطق، فيكون المنطق واجب، قراءته واجبة. نعم. القسم الثاني مختلف بشبه الفلاسفة. أيوة.
وهذا هو الذي جرى في الاشتراك خلاف هذا مختلط، هذا هو اللي جرى فيه الخلاف، هذا هو الذي جرى فيه الخلاف. فالآن الذي يأتي ويقول لك المنطق كله لا يجوز قراءته، هذا رجل جاهل غير عاقل، مثل هذه الفرقة الناجية هذه، يأتي ويقول لك قراءة المنطق كلها غير جائزة، تقول له أنت جاهل، أنت جاهل يا أيها الجاهل، لأن هذا فرض كفاية. أنت الذي تقول لا يجوز فرض كفاية، ليس لا يجوز، فرض كفاية فرض كفاية، أنت رجعته لا يجوز، كيف هذا؟ ومن يرد على الملحدين والفلاسفة وغيرهم؟ من ترد عليهم؟ قال الله قال الرسول، يقول لك أنا لا أؤمن لا بقال الله ولا بقال الرسول. ترد عليهم بطول اللحية وتقصير الثوب؟ ماذا ترد عليه؟ فهمنا؟ الذي يأتي ويقول لك المنطق لا يجوز قراءته مطلقا، لا، ليس هذا. العلماء لم يقولوا هذا، قالوا الذي وقع فيه الخلاف هو المخلوط بكلام الفلاسفة. فهمنا؟ افهم هذا الأمر جيدا. أي واحد يأتي يتفلسف عليك من هذا الفرقة فهمه، قله المنطق ينقسم إلى قسمين، مخلوط وغير مخلوط. فالعلماء كلهم نصوا على أن الخلاف واقع في المخلوط بكلام الفلاسفة. فهمت؟ فأنت تقرأ السلم والشمسية والتهذيب ومختصر السنوسي ومختصر ابن عرفة وأنت مرفوع الرأس تقرأه كما تريد أمام الناس كلهم، لأنه فرض كفاية. هاي يا جماعة لازم تفهم هذا الشيء. نعم. المصنف لما أراد أن يذكر حكم القسم الأول الذي أراد تأليف الكتاب فيه جره ذلك إلى ذكر حكم المنطق مطلقا. نعم. وحكى الخلاف الواقع في القسم الثاني إلا أنه أطلق. نعم. يجب تقييد كلامه به، لازم تقييده، والخلف في جواز الاشتغال لازم تقييده بالمختلط بكلام الفلاسفة، لازم تقييد هذا. والخلف في جواز الاشتغال بالمنطق لازم نقيدوه، ليس مطلقا، لا، نقيدوه بماذا؟ المختلط بكلام الفلاسفة. فمن هذا الكلام هذا معنى فيجب تقييد كلامه به. أيوة. والخلف أي الاختلاف في جواز الاشتغال به أي بالمنطق جار على ثلاثة بالتنوين. نعم. أقوال بدل من ثلاثة. نعم. قد تقرأه بالإضافة وقد تقرأه بالتنوين، تستطيع تقرأ والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال. لو قلنا ثلاثة مجرور عن جر الكسر الظاهر، أقوال بدل من ثلاثة، وبدل المجرور مجرور، لكن نستطيع أن نقرأه كذلك به على ثلاثة أقوال فيكون مضاف ومضاف إليه. مفهوم؟ هذا هو. فالشيخ قال لك هنا بالتنوين على ثلاثة أقوال فيكون أقوال بدل من ثلاثة، بدل بعض من كل. نعم. وابن الصلاح والنواوي نسبة إلى نوى من غير قياس، والقياس حذف الألف. نعم. تقول نووي، لا تقول نواوي، لا، نووي. مفهوم؟ القياس هو نووي، فلما قال نواوي هذا على غير قياس، قياسه ماذا؟ نووي، نووي نسبة إلى نوى. فابن الصلاح هو الإمام أبو عمرو بن الصلاح صاحب مقدمة ابن الصلاح في علم الحديث. نعم. قال وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع. هنا في الحاشية، أنا أقرأ في الحاشية، قال ابن الصلاح وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع،
ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالحين وسائر من يقتدى به من أعلام الأئمة وساداتها وأركان الأمة وقادتها. كل هذا لم ماذا؟ قال ابن الصلاح لم يستبح قراءة المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة. واضح؟ هذا هو كلامه. هذا ماذا؟ في طبقات الشافعية. نعم، هذا هو كلام ابن الصلاح. نعم. حرم أي الاشتغال. والنواوي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى في دمشق. في دمشق. نعم، نسبة إلى نوى. قال على غير قياس، والقياس حذف الألف فتقول نووي، فابن الصلاح والنووي، لا تقل والنواوي. والنووي أيوة. نعم. حرم أي الاشتغال به. نعم. وتبعهما على ذلك قوم من المتأخرين. نعم، تبعهم السيوطي. تبعهم من؟ تبعهم الإمام السيوطي وجماعة، حتى أن الإمام السيوطي ألف كتابا سماه القول المشرق في تحريم المنطق. السيوطي ألف كتاب قال القول المشرق في تحريم المنطق. واضح الكلام؟ فهمنا يا جماعة الخير؟ نعم. لأنه لا يؤمن على القائد فيه. أيوة. أن يتمكن في قلبه شبهة فيزل بها. هو لماذا؟ لأن هذا الشبهة تاع الفلاسفة، أنت إذا جيت وقرأت المنطق المخلوط بكلام الفلاسفة وقرأت الشبهة، قد هذه الشبهة تتمكن من قلبك، قد تتمكن من قلبك هذه الشبهة، فتبقى في قلبك توسوس لك وتدور، وممكن تتمكن تصدق بها. ممكن تقول نعم العالم قديم. نعم. لماذا؟ لأنه يأتي لك بشبهة، يقول لك الله قديم. ما دام الله قديم فالعالم يكون قديم، لأن الله علة في وجود العالم، في قدم العالم. ما دام الله قديم، العلة قديمة، فالمعلول كذلك قديم. يأتي بهذه الشبهة، فأنت ممكن تتابع وتقول نعم صحيح العالم قديم. نعم، لأن ما دام الله قديم والله علة في العالم، فالعالم يكون قديم كقدم الله. فإذا أتى لك بهذه الشبهة تخاف أنها ماذا؟ تتمكن من قلبك، فيقع لك ماذا؟ الكفر والعياذ بالله، أو الفسق أو الردة أو الضلال، لا تدري. مفهوم كلام؟ هذا هو. أو يأتي ويقول لك ماذا؟ فلاسفة يقولون ماذا؟ الله تبارك وتعالى يعلم كليات لكن لا يعلم الجزئيات. هذه الشبهة أنت لو تقرأها على كلام الفلاسفة يأتوا بدليل أدلة وكذا وكذا على أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. أنت ممكن تتابعهم، ممكن هذه الشبهة أنت تقتنع بها وتقول نعم صحيح الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فيقع لك ماذا؟ كفر بالله، أو يقع لك على الأقل ضلال وفسق. فلذلك هذا العلماء حرموا قراءته، قال لك لا، اقرأ المنطق الصافي من كلام الفلاسفة، لا يوجد فيه شبهة، كي نأمن عليك من هذه الشبهة. مهم؟ هذا هو. فيزل بها. ما معنى يزل؟ يعني يزل قدمه. واضح؟ نعم، هذا هو الزلل. الزلل هو هكذا، أنت تمشي مكان أملس يزل قدمك هذا فتسقط، هذا هو الزلل. فهمنا؟ فيزل فيها. نعم. وقال قوم منهم الغزالي ينبغي أن يجب كفاية أو يستحب أن يعلم
الإمام الغزالي ماذا قال؟ قال ينبغي. العلماء اختلفوا في ينبغي. ماذا يقصد الغزالي بينبغي؟ هل يجب ولا يندب؟ الغزالي قال ينبغي، فالعلماء اختلفوا. قال لك الغزالي ماذا يريد بهذه الكلمة تاع ينبغي؟ يجب ولا يندب فقط؟ مفهوم كلام؟ أيوة. أن يعلم. الغزالي قال لا، يجب أن يعلم حتى ولو فيه شبه، يجب أن يعلم. لماذا؟ لأنك إذا كان أنت تقول أنا لا أقرأ شبه الفلاسفة، وهذا يقول لا أقرأ، والآخر يقول لا أقرأ، وأنا أقول لا أقرأ، وهذا يقول لا أقرأ، الآن من الذي يجيب عن شبه الفلاسفة؟ من يدافع؟ من الذي يدافع؟ فلذلك الغزالي قال ينبغي كي تقرأ وتجيب. تقرأ لماذا؟ كي تعرف الفلاسفة عقيدتهم كيف، لكي تأمن منها ولكي ترد عليهم. واضح الكلام؟ هذا كما قال سيدنا عمر بن الخطاب تعلموا السحر ولا تعملوا به. أنت السحر، لو أنت تقول أنا لا أتعلم السحر، آخر يقول لا أتعلم، الآخر يقول لا أتألم، الآخر يقول لا أتعلم، من الذي يرد على السحرة ويفضحهم ويكشفهم ويبين بطلان سحرهم؟ من؟ فلذلك لازم واحد يتعلم السحر لكن لا يعمل به. فإذا الساحر أتى بأي شيء تقول له انتظر، أنت كذاب، هذا عمل تمويه، وهذا كذا وهذا كذا وهذا. قل أنا أعرف، قرأت السحر وأعرف هذا التمويهات والكذب تاع السحارة، فتفضحه وترد عليه وتحذر منه الناس. كذلك شبه الفلاسفة وكفرياتهم لازم تعلمها كي تستطيع ترد عليهم، تستطيع أن تحذر المسلمين منها. تقول لهم احذروا الفلاسفة يقولون أن العالم قديم لأن شبهتهم كذا وكذا وكذا، وهذه الشبهة باطلة لأنه يلزم منها كذا وكذا وكذا وهكذا. فمن جماعة خير، لذلك الغزالي قال ينبغي أن يعلم. نعم. حتى قال الغزالي من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. لا يوثق بعلمه. الغزالي قال من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. لماذا؟ لأن المنطق كما قلنا في الأول، المنطق ماذا يعمل؟ يعصم الفكر من الخطأ. لكن الذي لا معرفة له بالمنطق قد يخطئ كثيرا، فلا ثقة بعلمه، أنه قد يقع في الأخطاء كثيرا، قد يقع في الأخطاء لأن ليس له فكر، يعني ليس له طريق مستقيم يستطيع يفكر تفكيرا صحيحا. قد يجتهد ويستنبط لكن تكون اجتهاد استنباطاته خاطئة، أن ليس له عقل يعني يوجهه. مفهوم يا جماعة؟ هذا لذلك الغزالي قال من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. نعم. سماه معيار العلوم. نعم، سمى المنطق معيار العلوم. ما معنى معيار؟ ميزان الإدراكات. معيار العلوم يعني هو الميزان، هو الذي هو كالميزان يخبرك بالصحيح وبالفاسد، وسماه ميزان العلوم، هو الذي يخبرك هذا علم صحيح هذا علم فاسد، هذا التفكير صحيح هذا تفكير فاسد. هذا المنطق هو ميزان العلوم، ميزان العلوم. نعم. هم جماعة معيار العلوم، عفوا معيار العلوم معناه ميزان الإدراكات التي يفرق بها بين الصحيح والفاسد. نعم. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه أي الاشتغال به. نعم. كامل القريحة نعم. ذكي الفطنة، ممارس الكتاب والسنة كما قلنا. القولة المشهورة الصحيحة، هذا هو المشهور الصحيح. جوازه، ما معنى الجواز؟
الإذن يعني يؤذن بقراءته، هذا هو الجواز، الإذن. فيصدق بالوجوب والندب. فما دام نقول ماذا؟ يجوز، معناه يصدق أنه يجب ويصدق أنه يندب، هذا هو الجواز. الجواز معناه الإذن، فيصدق بالوجوب ويصدق بالندب. نعم. ولم يرد به ماذا؟ لم يرد به استواء الطرفين، جواز يعني على استواء الطرفين، لا، أراد بالجواز الإذن، فيصدق بالوجوب ويصدق بالندب، وليس معنى الجواز أنه مستوي الطرفين، ممكن تقرأه ممكن تتركه، لا، إنما المقصود به الإذن الصادق بالوجوب والندب. مفهوم يا جماعة؟ هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. أي الاشتغال به لكامل القريحة. ما معنى كامل القريحة؟ ذكي الفطنة، رجل ذكي فطن، ذكي وفطن. لماذا؟ لكي لا يقع في الشبهة، لأنه ذكي وفطن فلا تخاف عليه، فلا تخاف عليه من الشبهة لأنه ذكي وفطن. نعم. نعم. ممارس الكتاب والسنة. ما معنى ممارس الكتاب والسنة؟ يعني مطالع دائما للكتاب والسنة، مكثر من القراءة في الكتاب والسنة، واضح؟ فعرف العقائد بالأدلة بأدلتها، وتمكنت هذه العقائد من قلبه، هذا بحيث لا يؤثر فيه الشبهة، أي شبهة تأتي يزيلها يرميها عن نفسه. فهم؟ هذا أنا ممارس الكتاب والسنة، مكثر من القراءة فيهما، فعرف منهما العقائد، فعرف العقيدة من الكتاب والسنة بالأدلة، وتمكنت هذه العقيدة من قلبه، خلاص. قال مثلا أن الله قادر، أنت أين قرأت أن الله قادر؟ إن الله على كل شيء قدير مثلا، هذا الشيء تمكن من قلبك. أي شبهة تأتي من الفلاسفة أن الله غير قادر لا تؤثر في قلبك، لأنك ماذا؟ قرأت الكتاب والسنة وعرفت أن الله قادر، وتمكن هذا الكلام من قلبك. أي شبهة تأتي تقول لك الله ليس قادر لا تؤثر عليك، ترميها بسرعة، تقول لا، مستحيل أن الله غير قادر، الله قادر، لأن القرآن والسنة يقول أن الله قادر. فهمنا؟ وهكذا في كل الأشياء. نعم. يمارس السنة والكتاب. نعم. فيجوز له كما قلنا، يجوز له معنى يؤذن له، الإذن الصادق بالوجوب والندب، إما يجب عليه وإما يندب له، الاشتغال بهما. نعم. وليس المراد به الإذن مستوي الطرفين. نعم. يهتدي به إلى الصواب أي ضد الخطأ. نعم، الصواب اللي هو ضد الخطأ، ليهتدي به إلى الصواب. ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، لأنك إذا كنت ممارس للكتاب والسنة وذكي الفطنة فأنت ستهتدي إلى الصواب بدون شك، اللي هو ضد الخطأ. نعم. لأنه قد حصن عقيدته، حصن عقيدته، خلاص، حصنها بماذا؟ كتاب والسنة، حصن عقيدته، عرف أن الله قادر، خلاص، وتمكن هذا من قلبه، علم أن الله عالم بالكليات والجزئيات، عارف. فلو تأتي أي عقيدة من الفلاسفة تقول بأن الله يعلم الكليات دون الجزئيات، هذه لا تؤثر في قلبك. لماذا؟ لأنك قرأت في الكتاب والسنة أن الله يعلم الكليات والجزئيات، يعلم الإنسان، كل الإنسان، يعلم الإنسان كله، ويعلم أجزاء الإنسان، يعلم قلبه ورئته وكبده وكليته ورجليه وساقيه وأصابعه وعينيه وأنفه وأسنانه، ويعرف الأسنان سن ضرس وكل شيء.
يعرف الكل ويعرف الأجزاء. فالفلاسفة يقولون ماذا؟ الله يعلم زيد لكن لا يعلم أجزاء زيد. فلاسفة يقولوا هكذا. فأنت إذا قرأت الكتاب والسنة وزاولت وأكثرت من قراءتهما خلاص تمكنت العقيدة من قلبك. فلو تأتي الشبهة الفلاسفة تقول لك غير ما قرأته في الكتاب والسنة فأنت لا هذه الشبهة لا تصيبك، لا تؤثر عليك. نعم، لأنه قد حصن عقيدته. نعم، لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه. نعم، هذا هو، فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه. نعم، لا يخشى عليه الشبه لأن حصن عقيدته خلاص. مفهوم؟ واضح كان؟ نعطيك مثال، مثل الآن نحن الآن نقول الله موجود ولا لا؟ متيقنين ولا لا؟ راسخ هذه العقيدة في قلوبنا ولا لا؟ لو يأتي واحد ملحد الآن ويعمل محاضرة أن الله غير موجود، هل هذه تؤثر في قلبك؟ مستحيل. ولو يتكلم 20 سنة لا تؤثر في قلبك هذا. لماذا؟ لأن خلاص انت يقين، عقيدة. معنى من العقيدة عقدت. ولو تكلم 20 سنة تقول لا هذا الكلام غير صحيح، الله موجود. فهمنا الكلام؟ هكذا معناه، لأنه قد حصن عقيدته فلا يخشى عليه من الخوض في الشبه. قال الشيخ هنا لأن حصول القوة على رد الشكوك في علم الكلام الذي هو فرض كفاية يتوقف على حصول القوة في هذا العلم. كما قلنا كلما تقويت في علم المنطق كلما تقويت في رد الشبهات والشكوك في علم الكلام. لأن كما تعلمون علم الكلام فيه طوائف كثيرة، هذا مرجئة، هذه قدرية، هذه ملحدين، هذو فلاسفة، هذو كذا هذو كذا. فأنت إذا تمكنت في علم المنطق يزيد تمكنك في ماذا؟ في رد الشبهات والشبهات في علم الكلام. كلما تقويت في علم المنطق كلما تقويت في رد الشبهات في علم الكلام عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ ذلك الشيخ قال فلا يخشى عليه من الخوض في الشبهة. قال لأن حصول القوة على رد الشكوك في علم الكلام الذي هو فرض كفاية يتوقف على حصول القوة في هذا العلم. كلما تقويت وكنت قوي في علم المنطق كلما كنت قويا في رد الشكوك في علم الكلام. واحد يقول لك الله غير موجود، واحد يقول لك الله يعلم كلية دون جزئية، واحد يقول لك العالم قديم، واحد يقول لك كذا. فإذا تقويت في علم المنطق تتقوى في رد الشبهات. مفهوم؟ نعم. قال وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. الملوي رحمه الله هكذا قال في الحاشية. مفهوم؟ نعم. فإن كان بليدا أو ذكيا ولم يمارس السنة والكتاب لم يجوز له الاشتغال به. هذا هو. فإن كان بليدا، ما معنى البليد؟ لا ليس جاهل، لا يفهم بسرعة. بليد لا يفهم، واضح؟ فهمه ضعيف، بليد من البلادة. واضح كلام؟ هذا عكس ماذا؟ ذكي، عكس الذكي عكسه ماذا؟ البليد، لا يفهم بسرعة، فهمه ضعيف. فإن كان بليدا لذلك الشيخ قال أو ذكيا. انظر يا جماعة، لذلك قال أو ذكيا. فالبليد عكسه الذكي. بليد يعني فهمه ضعيف. إن كان بليدا لكن ممارس الكتاب والسنة، هو ممارس الكتاب والسنة لكنه بليد لا يجوز له. لازم شرطين
لازم يكون ذكي ويكون ممارس الكتاب والسنة. فإن كان بليدا وهو ممارس الكتاب والسنة لا يجوز له الخوض، أو كان ذكيا لكنه غير ممارس الكتاب والسنة كذلك لا يجوز له. لازم الشرطين مع بعض، ممارس الكتاب والسنة وذكي. هذا فهمنا يا جماعة؟ قال الشيخ هنا تحت في الحاشية: فإن كان بليدا، هذا محترز القيد الأول اللي هو ذكي، الذي هو كمال القريحة، ذكاء يعني. فالمراد به من لم تكمل قريحته وإن لم يكن بليدا حقيقة، ولا كان فهمه ليس ذكي جدا، نص متوسط، كذلك لا يجوز له. ضعيف لا يجوز له، متوسط لا يجوز، لازم يكون ذكي فطن ذكي، هذا الذي يجوز له. أو كان ذكيا لكن لم يمارس السنة والكتاب، لم يمارس السنة والكتاب، لم يجوز له الاشتغال. قال في الحاشية: أو ذكيا إلى آخره، هذا محترز الشرط الثاني وهو ممارسة الكتاب والسنة. وفهم من هذا الكلام على أن شرط الجواز وجود الأمرين معا، كما قلنا لازم وجود الأمرين الشرطين معا، يكون ذكي يكون ممارس الكتاب والسنة. مفهوم؟ وأنه متى فقد أحدهما فلا جواز. انتهى من البولاقي رحمه الله. فمن الكلام لازم وجود الشرطين، يكون ذكي ويكون ممارس الكتاب والسنة. نعم. لأنه لا يؤمن عليه من تمكن بعض الشبه من قلبه. نعم بطبيعة الحال، نعم بطبيعة الحال. إذا كان ممارس الكتاب والسنة ولم يكن ذكي لا نأمل عليه، لا نأمن، قد تصيبه الشبه لأنه ليس ذكي. أو كان ذكيا لكنه غير ممارس الكتاب والسنة، كذلك هذا لا نأمن عليه من الشبه. هذا كما وقع للمعتزلة. من أذكى من المعتزلة؟ لا يوجد أذكى من المعتزلة. المعتزلة هم أصحاب العقول، هم أصحاب المنطق، هم أصحاب علم الكلام. المعتزلة هم أصحاب اللغة، لكن ما المشكلة عندهم؟ غير ممارسين الكتاب والسنة، لا يركزون على الكتاب، يركزون على العقل. هم كلام. فلذلك أصابتهم شبه كثيرة من شبه الفلاسفة. المعتزلة أصابتهم شبه كثيرة من شبه الفلاسفة. تبعوا الفلاسفة في عدة أمور المعتزلة. لماذا؟ لأنهم غير ممارسين للكتاب والسنة، رغم أنهم أذكياء من أذكياء العالم، لكنهم ممارستهم للكتاب والسنة قليلة. فلذلك تسرب لهم من شبه الفلاسفة أمور كثيرة. فهمنا يا جماعة؟ لذلك الشيخ قال كما وقع للمعتزلة. نعم. ومن هنا منع الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليقات الفلاسفة إلا للمتبحر. كذلك كتب علم الكلام المختلطة بشبه الفلاسفة كذلك لا يجوز قراءتها إلا للمتبحر، رجل متبحر مارس الكتاب والسنة وذكي وفطن وتبحر في العلوم كلها، هذا يجوز له قراءة في كتب علم الكلام كالطوالع للبيضاوي. عارفين الطوالع؟ طوالع البيضاوي، المهم كالطوالع للبيضاوي رحمه الله. هذا كتاب علم كلام لكنه مخلوط بشبه الفلاسفة، واضح؟ كالطوالع للبيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. ومن هنا منعوا الاشتغال بكتب علم الكلام المشتملة على تخليطات الفلاسفة. هذا مثل ماذا؟ كالطوالع للبيضاوي. فإن طوالع البيضاوي مثل الفقه المقارن في الفقه، رأيتم الفقه المقارن المذاهب كلها، كذلك الطوالع للبيضاوي علم عقيدة لكنه كأنه مقارن، يأتي بقول أهل السنة، قول المعتزلة،
قول الفلاسفة، قول الملحدين، قول كذا، ويأتي بحججهم وشبههم، ثم يرجح في الأخير ماذا؟ مذهب أهل السنة. فهذا الكتاب الطوالع لا يجوز قراءته للمبتدئ أو المتوسط، لا، للمنتهين والمتبحرين فقط. فهمنا؟ هذا هو معنى الكلام، إلا للمتبحر. فهمنا جماعة؟ وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.